تخيل حد يدي وعد في أرض مش ملكه أصلا ويقولك خد دي ليك. فاكرين لما قلنا في ناس كانت بترسم خريطة الشرق الأوسط بالقلم؟ طيب النهاردة هنحكي عن وعد زود الموضوع تعقيد أكتر ما هو متنيل بنيلة أصلا. بداية القصة دي بترجع لسنة 1917. الحرب العالمية الأولى كانت لسه شغالة وبريطانيا مش بس بتحارب، دي كمان كانت بتخطط للمستقبل. في السنة دي وزير خارجية بريطانيا كان واحد اسمه آرثر بيلفور. كتب رسالة صغيرة جدا بس تأثيرها كان ضخم. الرسالة دي كانت موجهة لواحد تاني اسمه لونيال روتشيلد، ومن هنا بدأت الحكاية. الرسالة كانت بتقول ببساطة إن بريطانيا بتدعم إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. يعني بالبلدي كده بتقول إحنا موافقين إن يبقى في وطن لليهود في فلسطين، بس هي في مشكلة صغيرة قوي. فلسطين دي ما كانتش ملك بريطانيا أصلا. في الوقت ده فلسطين كانت لسه جزء من الدولة العثمانية، يعني بريطانيا كانت بتوعد بحاجة في أرض مش بتاعتها. فاكرين كده لما قعدنا نتكلم على اتفاقية سايكس بيكو؟ أيوة، اللي كانوا بيقسموا فيها المنطقة بالقلم دي. طيب هنا بقى بريطانيا كانت بتوعد نفس الأرض لناس تانية. يعني خلينا نبسطها، وعد للعرب بدولة مستقلة، واتفاق مع فرنسا على تقسيم المنطقة، ووعد ثالث لليهود بوطن في نفس المكان. بريطانيا كانت شغالة من نظام نرضي الكل وبعدين نبقى نشوف. طيب هي بريطانيا عملت كده ليه؟ الأسباب كانت كتير، بس أهمها إن هم كانوا عايزين دعم سياسي في الحرب، وعايزين يكون ليهم نفوذ قوي في المنطقة، ويضمنوا مكان مهم زي فلسطين. بس المشكلة إن القرارات دي ما كانتش مجرد كلام على ورق، دي أثرت على حياة ناس كتير عاشت هناك وكان ليها أرض وبيت وتاريخ. وأحيانا لما تبص على الموضوع تحس إن في ناس كانت بتقرر مصير ناس تانية وهم أصلا مش شايفينهم. وعد صغير في رسالة غير شكل منطقة كاملة، ويمكن لحد النهاردة آثاره لسه موجودة. بس على الأقل دلوقتي لما حد يقول وعد بيلفور مش هتفتكروا اسم فيلم أجنبي ولا مرض غريب. دي كانت حلقة جديدة من السياسة بسلاسة. لو بدأت تفهم الصورة أكتر اعمل لايك وشير واشترك عشان الحكاية لسه مكملة.